هلا هلا حبايبي، شلونكم؟ طبعا مواقف اللي تصير وياي مواقف يعني ما اعرف شو اقول عليه، مواقف متنوعه، مضحكه على مؤسفه على محزنه، ما اعرف. هواية مواقف تصير وياي. فمن ضمن المواقف قبل 3 ايام، قبل عفوا 3 اشهر، صار وياي موقف. من ضمنها انه حادث سرقه شفته قدام عيني قبل 3 اشهر او 4 اشهر، قبل ما اتخرج من الكليه. يعني تخرجي سنه 2023، دراسه مسائيه. فانا عندي دوام صباحي فما اقدر، يعني فدراستي صارت مسائيه، دوام كوظيفة صباحي ومسائي كلية. فمن رحت للكل، فمن دا أروح للكلية أطلع من الدوام للكلية، فصار وياي موقف من ضمن أنه أركب أنا طريقي بعيد عن الكلية، عن الدوام بعيد، اللي هو سيارتين أركب. فركبت أول سيارة وصلت وياي شخص، أكو ستول ظهر السائق صاير قاعد عليه رجال كبير بالعمر، وأنا قاعدة بالستول المقابلة. تمام، هي كيا. فقبل ما أوصل المكان اللي حنزل بيه ب10 دقائق صعد واحد، فالسيارة صعد واحد وقعد وين؟ صف الرجل. زي ليش انت قاعد؟ اكو بظهري هواية كراسي فارغة، ليش قعدت هنا؟ وشايل بيده فايل شفاف وبيه طباقة وبيه من هذا اللي يحطون بيه أوراق. فأنا استغربت ليش شايل هذا الفايل الشفاف وبيه أوراق. ووقفت بطريقة انه يسد ايده اذا ياخذ شيء من الجيب الشخص اللي بصفه لابس دجاجة، طبعا رجل كبير بالعمر، يمد ايده بجيب الشخص هذا اللي بصفه اللي هو الرجال، وهو حاط الفايل بحيث ما اشوف ايش دا يسوي. تمام، موقف الفايل وهو دا يمد ايده مغطي ايده بالفايل. فمرة واثنين انا لاحظت انه هذا الشيء ايده تتحرك، وهاي عرفت انه دا يسرق شيء من جيب الرجل. فأنا لا أقدر أحكي ولا أقدر أتكلم، لأن هذا طريقي يومية. يعني أنا أروح للكلية يومية، أجي منها ويومية أروح للكلية بهذا طريقي. فأخاف يعني مواقف والحوادث تصير تخوف، والدنيا مو أمان، يجوز مرات يوقف لي ويسوي شيء الله أعلم. فلهذا أنا خفت إنه أبلغه وأقول عنه. فاللي صار إنه وقفت، والولد طلع من قاعدة بالسيارة، والولد طلع من جيب الرجل تقريبا 4.5 أو 5 خردة وبدأ يحسب بيهن. أنا انصدمت، لا أقدر أقول له للرجل تعال إنه سرقت، ولا أقدر أحكي شيء. ردت أقول له إنه صرف لي 5000 حتى يطلع من جيب الرجل، بس يلفت نظر السارق وما أعرف شو يسوي له، بس أنا وياه بالسيارة الله أعلم شو يريد يسوي. فخفت بصراحة. فأريد أقول للناس اللي تسرق بتخافون توكلون أولادكم فلوس حرام. زين بالمستقبل أنت يعني ما راح الله يجازيك، وهي ايش تسوى 4 ولا 5؟ ايش تسوى يعني تسرقه؟ حتى ما تجيب كيلوين ولا 3 طماطة، على شنو انت قاعد على سرقة؟ يعني ما اعرف شو اقول. يعني حسبي الله ونعم الوكيل، والله يجازي السبب وما تصرفي له. فانا استغفرت ربي وسكتت ما حكيت، بس قلت دعيت بيني وبين ربي يا ربي يجازي هذا الرجل على اعماله. هذا الرجل السرق الله يجازيه ويحاسبه بالدنيا والاخره. تمام. فاذا صارت وياكم هيك مواقف يا ريت تقولوا لي. طبعا هذا الدفتر كلش حلو، عجبني مع حيوانات اخذته اللولو. اذا صارت وياكم هيك مواقف يا ريت تقولوا لي وتكتبوا لي بالتعليقات. واذا تريدون تراسلوني على الواتس، على الانستغرام او على الفيسبوك، على قناتي تعلم ما لم تعلمه، موجود الروابط مالته في صندوق الوصف تلقوها. فاللي عنده هيك مواقف واللي حصل هيك يا ريت يكتب لي بالتعليقات ويقول لي شنو كان تصرفه، حتى لا سامح الله لو صار وياي هالموقف اعرف اتصرف مثل ما تتصرفون انتم. هنايا ماشات هاي كلش عجبني، هي سيليكون. هذا الباكيت هذا من عندها بألف. طبعا هنا شقتهن إلى أول ما وصلنا لولو. فدا أشوفكم إنه هاي هي السيليكون. ألوانهن حلوة، شكلهن كلش حلو. وهذا الكرتون هي تحبه فجبت يالها. وهي سيليكون يعني مو خرقة أو ورقة مثلا أو شي قاغد ممكن يشك. شوفوا شكلهن بشعرها، شعر لولو كلش حلوات. هنا عندي بعد ما رجعت كان يوم جمعة وقت غدا، فكان لازم أسوي غدا بحدود 12 تقريبا، 12 إلا ربع. سويت هنا صدر دجاج عندنا، فلسته هذا من قبل بيوم، كان دجاجة جبنة وفلستها. بقى من عندها صدر جبناها من المطعم، هاي دجاجة بقى من عندها صدر فلسته. هنا عندي فخذين أيضا حطيتها على النار ويا الصدر حتى أسوي بيه برياني. هنا عندي بيضة، طرقت بيضة وطقيتها. طبعا هاي البيضة ريوق اللولو، لأن من جاي كان لي ربع ساعة من قاعدة، فقلت أسوي لها ريوق. بنفس الوقت أنا حطيت الدجاج على النار أو الفخاد على النار حتى يستوون. بين ما يستوون يكون أنا رايقتها وسويت التمن.
هنا هنا حبلش اسوي التمن. طبعا رايحة جاي انا اوكل من عندها، يعني هي ما تقعد مكان واحد، فرايحة جاي اوكلها. ما اعرف اذا جالكم هم هيك رايحين يعني تفترون وراهم توكلوهم لو بالسنة. هنا عندنا حطيت شوية زيت وحطيت شعرية بكثرة للبرياني، دائما كثر الشعرية كلش طيب بيه. هنا الفخاد قشيت الزفرة من عنده، او هاي دبابيس ما اعرف شو يسموه. هنا كزبرة، ورق غار، ملح، فلفل اسود. هاي البهار اللي انا حطيتها شي بسيط، يعني ما مستعجل، يعني لازم خلال اقل من ساعة لازم يستوي. هنا فصين بصلاية واحدة، حباية واحدة قسمتها بالنص، وثلاث فصوص ثوم ايضا ضفت وياه نكهة. هنا ضفت التمن على الشعرية وضفت للمي. البهارات هنا كزبرة، كركم، دارسين، فلفل اسود، بهارات برياني وملح. هذين اللي ضفتهن للتمن او للبرياني اللي حيصير. طبعا اذا انتم عندكم لون ما طعام ممكن تضيفون لون الطعام وتستغنون عن الدارسين والكركم، او تستغنون عن الكركم. انا احب الدارسين والكركم اخلطهن سوا حتى اسوي بهن البرياني. هنا عندي دجاج، الفخاد هذني فسختهن شويه حتى يستوون بسرعه، ومن طلعتهن هسه استوون بسرعه، ما طول نص ساعه. هسه زرفت السكينه ودوس حيل بي، اذا طلع مي معناته ما مستوي، اذا ما طلع مي مستوي، ما طلع مي فهنا مستوي. يطلع مي من مكان الزرف، طبعا الزرفت بالسكين. هنا حطيتها شويه زيت زيتون وحطيت الفخاد حتى شويه يستوون، حمستهن ثرمتهن بهذا الشكل حتى اضيفهن للتمن. هنا حطيت زيت زيتون. هنا حطيت هاي الكوكتيل مال الخضار اللي هو البازاليا والجزر والبوتيتا، هذين اساسيات البرياني. طبعا حطيتني شوي حتى يفك لين جامدات، تشوفون جامدات. هنا التمن كان مصمية صار يخبل. طبعا ضفت هنا صدر الدجاج الباقي مال قبل بيوم، من الدجاجة قبل بيوم، فضفته وياه. هنا عندي البازاليا والجزر والبوتيتا ضفت عليه الدجاج، بديت اقلبه وحمسه. طبعا لازم اضيف وياه هنا شويه بهار حتى تنطي نكهه، وحتى لو ما ضفتوا عادي ويا البرياني انتو ضفتوا، بس انا حبيت اضيف. ضفت هنا بهار البرياني رشه شويه، ما اريد تصير كثره هوايه، بس بهار البرياني كلش طيب للبرياني تحطوه. هنا ملح رشيت ايضا، وهذا اخر شي دارسين حتى تنضاف فيها. هاي اذا تريدون الخلطة تضيفوها على التمن، تصبون التمن وتضيفوها عليه، او تريدون تخلطوها وياه. بصراحة انا احب اخلط هاي الخلطة ويا التمن، اشوفها اطيب تصير يعني. تمام، فهنا التمن ضفت هاي الخلطة على التمن، وحبدي اقلب بيه حتى تجانس كل هالمكونات مع بعض. تمام. إذا عندكم أفكار عن فيديوهات جديدة وحابين أقدمها أو أحكي عنها، اكتبوا لي بالتعليقات وتدللون. وأي قصة عندكم أيضا أنا جاهزة ممكن أحكيها أيضا في القناة. هنا عندي لوبيا زلقت أيضا سالقة ماما كانت، وهنا عندي تمن، هنا عندي مرقة حمص باللحم، وهاي البرياني وهذا الطرشي. فضلا وليس أمر الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.